ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. زي ما انتوا شايفين كده هو هنعمل مع بعضينا المكرونه بتاعه المناسبات وبتاعه الافراح. في الفيديو ده هتتعرفي ازاي ان انت تسوي المكرونه بسرعه جدا، هتعرفي طريقه التسويه كويس جدا، وهتعرفي الشوربه بتاعتها بنحط قد ايه بالظبط، والطريقه بتبقى عامله ازاي. خليكم معايا واحده واحده. اول حاجه انا هنا هو هعمل كميه المكرونه هتبقى شكاره. تمام كده هو هحط 3 ازايز زيت. هتقولي لي الزيت كتير، هقول لك ما انا بصفيه وباخد الزيت هعمل بيه كميه تاني. تمام كده هو فكل ما الزيت بيبقى كتير بتطلع لونها ذهبي وحلوه، لكن لما الزيت بيبقى قليل بتطلع المكرونه منك واحده وواحده، تلاقي واحده متحمره وواحده متلسوعه مش مظبوطه. لكن لما بتكتري زيت بتطلع معاكي ذهبي وحلوه، وفي الاخر بتجيبي مصفى وتصفيها كويس جدا. اهم حاجه في المرحله دي ان انت تقلبي فيها كويس جدا، يعني كل دقيقه كده اهو تروحي مقلبه فيها لغايه ما تلاقي لونها ذهبي كده اهو. بصوا لونها بسم الله ما شاء الله حلو جدا، هو ده اللون المطلوب اللي انا عاوزاه. عاوزه لون المكرونه يبقى اللون اللي انتوا شايفينه دوت، لاني لو المكرونه اغمقت مني بتدي مراره كده بعد التسويه، يعني تحسي ان المكرونه فيها ايه نسبه مراره شويه، لكن لما بيبقى لونها ذهبي وحلو كده بتبقى حلوه. وزي ما انتوا شايفين بصوا الزيت، يعني انا بحاول ابين لكم الزيت، بصوا الزيت كتير، كل ده بصفيه، انا بصفيه كله ما بخليش نقطه زيت في قلب التسويه. في الوقت دوت بكون مجهزه عندي جزر مبشور وفلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل اصفر، يعني مجموعه فلافل كده هوك مع جزر. حابه تحطي بصل مفيش اي مشكله، بس انا ما بفضلش البصل خالص. بعد كده بقى برش رشه فلفل اسود حلوه كده هوك، مع رشه كمون، مع رشه ملح. تمام كده هوك دول برشهم على المكرونه، لكن الشوربه بتاعت المكرونه انا ببقى محيقاها، حاطه لها ملحها وكمونها وفلفل اسود بتاعها والبابريكا، واهم حاجه البابريكا. تمام كده هو وبحط لها برطمان من الصلصه. تمام دوت كل ده بحطه في الشوربه. الشوربه بتاعتي كانت شوربه فراخ مزوداها ميه، هي زي ما انتوا شايفين كده اهوت، وحاطه برطمان صلصه وحاطه بابريكا وفلفل اسود وكمون وملح، غير الفلفل الاسود والكمون اللي انا حطيتهم على المكرونه. تمام كده اهوت. وكمان خلي بالك ان انتي ما تكتريش من الصلصه، عشان احنا في حر والحاجه ما تحمضش منك، يعني يبقى عمرها اطول. ولو حابه ان انتي ما تحطيش صلصه خالص مفيش اي مشكله، البابريكا والشوربه بتغني عن الصلصه خالص، بس الصلصه هي بتطعمها، بس زي ما انتوا عارفين ان الجو حر فيفضل ان انتي تستخدمي كميه قليله من الصلصه عليها. بصوا بقى الشوربه بتاعتها يا دوب مش بتغطيها، كمان زي ما انتوا شايفين كده هو المكرونه من على الوش بتبقى باينه حاجه بسيطه. ده كده قعدها المظبوط، يعني دي كده الشوربه بتاعتها المظبوطه. نوع المكرونه دي بتستوي بسرعه جدا، غير المكرونه اللي هي الصغيره. النوع من المكرونه ده بتستوي جدا وما بتحتاجش شوربه كتير. لو احتاجت شوربه كتير بتبص تلاقيها بتفرش كده وتكبر قوي، وبعد كده بتعجن منك وبتتكسر منك. يعني انتي بتغطي الشوربه كده هو، يعني تغطي المكرونه كده هو شوربه، ازيد من كده ما بتحطيش، ما بتستخدميش يعني زي الرز كده اللي هو عقله صباع، لا خالص. هو كده هو تغلي توطي عليها، بعد ما توطي عليها وتخلص. دي هنا الكاميرا ما كانتش جايباها، بتكوني مجهزه حوالي 200 جرام من الزبده او 250 جرام من الزبده، وتروحي مقلبه الزبده كده في المكرونه، هتخلي المكرونه مفلفله وحلوه جدا. حابه تحطي زيت مفيش اي مشكله، احنا بنحط ماده دهنيه في الاخر عشان احنا مصفيينها من كل الماده الدهنيه. فلو متاح عندك زبده نوع زبده فيرنا او اي زبده انت بتفضليه، دي بتديها ريحه حلوه جدا وبتحلي طعم المكرونه. مش متاح عندك ما تعقديش نفسك وحطي رشه زيت كده وقلبيها، هتبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه دوت.